مساء الخير. اولا هو متوقع، يعني الفوارق واضحه جدا. تمام، انا عن نفسي مش متفاجئ يعني. تمام، اي نعم الاهلي انهار في الشوط الثاني انهيار غريب جدا للمره الثانيه بعد مباراه انتر ميامي. في الاول برحب بيكم طبعا، بس خلينا نبدا. مباراه الاهلي وبالميراس البرازيلي بتنتهي بفوز بالميراس 2-0 في الشوط الثاني. استحوذ على بدات في الشوط الاولاني عامل مباراه حلوه قدام انتر ميامي. النهارده بتعيد نفس القصه، بتبدا اول 10 دقائق 11 دقيقه انت ماسك الكوره حلو، بتتحرك كويس ومش هايب الموقف، ولاعيبتك واقفه على رجليها. عندك تاثرات بسبب طبعا غياب لعيب بحجم امام عاشور عن فرقتك وعن الخطه اللي انت عاملها، لكن كالعاده 11 دقيقه بلا فعاليه هجوميه. انا بشوف ان ريبيرو هذا الاخ اللي انا عن نفسي لحد دلوقتي هو لم يقدم اي شيء يخليني اقول ان ده المدرب اللي كان منتظر بعد رحيل مستر كولر، اللي النهارده شماتته فينا عاليه جدا. يعني شماتة كولر فيا النهارده يعني بصراحه. الاهلي بيحضر تحت حلو قوي، يعني بنفضل نباصي من الشناوي الداري لياسر اسند على مروان، نفضل مدورين الكره تحت حلو قوي. مجرد ما الكره بتنتقل من منطقتنا الدفاعيه تخش في نص الملعب، الاهلي بيتلخبط، تحس ان اللعيبه فيها حاجه غلط، باستثناء محمد بن رمضان اللي انا شايفه هو المكسب الوحيد في البطوله دي من الصفقات اللي جت لحد النهارده. عشان اكون صريح، يعني الصفقات الثانيه انا مش شايف ان في اي حد اندمج لحد دلوقتي او عمل فرق، ولا بن شرقي ولا زيزو بالتاكيد ولا حتى جراديشار. تمام، مش شايف حتى اشرف بن داري. انا مش شايف ان اشرف بن داري هو اللعيب اللي انا احطه في قائمه الاجانب على حساب لعيب تاني ومركزه مدافع. هو ممكن يكون كويس بس عدم الاستمراريه. انا ما اعرفش مثلا النهارده هو خرج ليه، اكيد في اصابه، بس انا شايف ان يعني ما بيكهام زيه ربما يكون افضل شويه كمان في الاستلام والتسلم والتحرك. فدي كوارث في الاهلي، كوارث. احنا يعني اللي انا شايفه اختلافا عن كولر ان احنا بنباصي بس في ال6 ياردة حلوه قوي قدام ال 18 كويس جدا، لكن فعاليه هجوميه ما فيش. والدليل ان انت الثاني ماتش على التوالي ما بتسجلش اهداف. سيبك من ماتش باتشوكا، انا بتكلم على ماتشات رسميه. هتقول لي ريبيرو ما اندمجش وما لحقش و3 ماتشات، هذه غلطه الاداره. غلطه الاداره هنا يتحملها مجلس الاداره بالكامل، لان مجلس الاداره صبر على كولر مع ان كل الناس جماهير ومحللين ومذيعين وصحفيين واي حد معدي فاهم في الكوره او بيتكلم في الكوره كان بيقول لك ان كولر لازم يمشي. ما هو الفرق بين كولر وعماد النحاس وريبيرو؟ ريبيرو انا ما بحبش المدرب اللي يقعد على الدكه يعمل لي كده، ده ما بحبوش. زي ما يكون خلاص خدت الغياب وهطلع. ما اعرفش يعني. المباراه واضح من اولها ان انت عندك ثغرات في وسط ملعبك. اولها كان حمدي فتحي، حمدي ما جاش. يعني حمدي عمل ماتش باتشوكا حلو، الماتشين التانيين انا مش شايفه. فليه الاصرار على حمدي فتحي؟ ما اعرفش. النهارده طبعا بيغيب كوكا اللي هو اصلا يعني انا عندي تحفظات عليه. بتلعب يحيى عطيه الله بس بيلعب على، يعني انت عندك باكين بيلعبوا على 2 وينجر جامدين جدا يا جماعه. الاثنين جامدين قوي. العيال صغيره في السن وسريعه وحركات ومهارات واستلامات وتصرف في الكوره حلو جدا، يعملوا فارق. انت ما عندكش ده. الباكات بتاعتك طايرين بيطلعوا، بتتضرب بالمرتدات. اعتمادك على الاثنين اللي هم 6 اللي في الملعب، اللي هو حمدي ومروان عطيه، اللي بنقول له شابوه تاني مباراه النهارده لانه عمل مباراه حلوه جدا ولبس انذار من تريزيجيه هيخليه يغيب الماتش الجاي للاسف الشديد. طيب لا سوري، اللي لبس الانذار كان يحيى عطيه الله، لكن مروان خد الانذار في الشوط الثاني وهيغيب عننا المباراه الجايه. انا اول مره اكتب ملاحظات في 4 صفحات في مباراه بتفرج عليها. دي كارثه. يعني انا النهارده مش هتكلم من الذاكره، يعني لان عايز اقرا اللي انا كاتبه لان دي مصيبه. يعني انا في الاول خالص يعني قلت تمام ماشي، انت بادئ بالتشكيل، الناس كلها قالت اوكي موافقه عليه وما عندناش مشاكل، بس كان واضح ان مرتدات بالميراس خطر عليك جدا من اول ربع ساعه. انت اول 11 دقيقه كنت تمام، بعد كده بدأ هم بمرتدات عليك على الناحيتين من الطرفين بتوعهم، وبيتبادلوا الكره بسرعه جدا. كان واضح ان انت لازم تفرمل الباكات بتاعتك شويه وتتقل وسط ملعبك وما تفتحش اللعب. هو اصر تمام. نتج عن كده ايه؟ ان الاهلي بعد كده اتضغط في الربع ساعه الثاني، ومحدش يفتكر ان ده كان اللي هو بيقول عليه تقسيم المباراه، لان ريبيرو مش من المدربين دي. انا مش مقتنع بيه. ليه؟ لاني انا شايفه جاي من اورلاندو البايرتس الجنوب افريقي.
اورلاندو بايرتس مش فرقه بتنافس قوي، مش فرقه بالضغوط اللي عليها الاهلي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ربما يكون الراجل ده مناسب لافريقيا لكن مش مناسب تماما للحدث اللي انت مستنيه النهارده. وسيبك من الناس اللي بتقول لك الاهلي هيبقى الحصاله، دي حاجه يعني انا مش في دماغي خالص. انت بتلاعب فرقه كبيره، بالميراس ده هو اكتر فريق فاز بالدوري البرازيلي، عنده 12 لقب اخرهم كان 2022، عنده 2 كوبا ليبرتادوروس، عنده واحده سوبر امريكا الجنوبيه. فرقه حلوه من الاخر، فرقه جامده، فيها لعيبه بقى لتشيلسي ولاعيب كان بيلعب في برشلونه وجاي لهم اعاره وغالبا هيرجع برشلونه او مش عارف هيعملوا فيه اللي هو روكي الطرف اليمين ده، تمام. فالفرقه حلوه. في الدقيقه 17 في هجمه كده اللعيب بتاعهم الواد عنده 18 سنه اللي رايح تشيلسي، عدى بكل بساطه، قطم وعدى وعمل عرضيه عدت من قدام كل الرجاله، الشناوي وداري ويا دوب يحيى عطيه الله حط رجله فيها كده علشان يلحقها قبل ما تطلع كورنر يطلعها بره اوت. غريب كل ده والمدرب قاعد بره مش شايف. طب اين عماد النحاس؟ طب فين محمد يوسف؟ طب احنا يعني انا دي حاجه واضحه جدا. انا راجل قاعد بتفرج على التلفزيون شايف المرتدات كوارث عليك يا كابتن. الاثنين الطرفين فوارق سرعات، فوارق مهارات، فوارق في الفكر كمان، وطبعا في الخبره والعنف. احنا شفنا لعيبه بالميراس كمان، هم اكيد اتفرجوا على الاهلي وتحللوا، يعني حللوا الماتش ده تماما. لعبوا لعيبه الاهلي التحامات عنيفه جدا، التحامات قويه جدا، التحامات في الكوره مشروعه. انا ما بقولش ان هي فيها التحامات زياده ولا حاجه، لا التحامات مشروعه في الكوره. انا بهتك بلغه الكوره كده، فبدخل معاك جامد، بخش فيك جامد، اهتك، اعرفك ان انت مش هتشوف النهارده يعني ماتش سهل وجاي تتمشى. احنا مش انتر ميامي حضرتك، احنا بالميراس الفريق البرازيلي الرقم 1 في البرازيل، تمام، صاحب الشعبيه الكبيره. طيب الطرفين عندنا قلنا ان احنا عندنا مشاكل فيهم، ماشي. مروان عنده ميس باس كتير جدا، مروان حلو قوي في الافتكاك الدفاعي او في الدستروي ان هو بيدمر الهجمه حلوه جدا، بس هل هو مروان هو اللعيب اللي انت يا اهلي تبني عليه هجومك ويستلم من الاثنين المدافعين اللي عندك تحت وهو اللي يعمل البيلد اب ويوزع الكره؟ بالنسبه لي غريبه. انا شايف ده محمد بن رمضان هو الاصلح، تمام، لان مروان عنده ميس باس عالي جدا ودي ظهرت في الشوط الاول والشوط الثاني وهجد الميس باس ثاني. هاني ويحيى كان الضغط عليهم كبير، تحديدا هاني ما جاش النهارده اصلا، مفيش بقى يعني حتى سيبك من لقطه الجون الثاني، هو هاني النهارده مش موجود، لا تركيز ولا استلام ولا باصه ولا تحرك ولا في العرضيات ولا في القطع ولا في الالتحامات ولا في الهوائيات ولا اي حاجه. فهاني النهارده مش موجود، لا حول الله ولا قوه. يحيى عطيه الله ربما اجتهد شويه، ولكن انا يحيى عطيه الله مش شايفه الباك اللي هيعوض واحد زي علي معلول او حتى واحد زي جilberto مثلا يعني. فانت برضو يحيى عطيه الله بالنسبه لي لغز، فده بيديك كده جرس انذار للاداره ان انت عندك مركزين محتاجين اثنين ضروري جدا جدا، الباك اليمين والباك الشمال، تمام كده. طيب حصلت حاله طرد في الدقيقه 36 بعد تدخل الراجل على زيزو، الحكم رجع للفار قال لك لا، انا من وجهه نظري وانا مش راجل حكم بس انا شايف انها طرد، لان هو خد الكره برجل وكمل بالثانيه في زيزو. فيعني ما اعرفش طبعا الحكام بتوعنا المصريين هنا اكيد عندهم، ده راجل حكم في الدوري الانجليزي واول قرار ليه كان قرار طرد، بعدين رجع للفار حسبها انذار، تمام. حمدي فتحي حمدي فتحي عمل انذار او خد انذار مهم جدا في هجمه كانت مرتده، والمرتده دي كانت المرتده الرابعه علينا بنفس الاسلوب. الكره كانت كورنر لينا، اتلعبت كالعاده ما بنعرفش نلعب كورنرات، مش بنعرف نلعب اوتات، فعندنا مشكله كبيره جدا. كورنر اتلعب كالعاده ملوش اي عنوان، اتردت من الدفاع لوسط الملعب، الراجل خدها وقطع مشوار سبرنت وراه حمدي، ما كانش قدامه حل غير ان هو يمسكه وياخد الانذار، وهنا بنسميه احنا ايه اللي هو الفاول التكتيكي، ده اللي عمله كابتن حمدي فتحي. طيب بعدين شوطه مروان شاط كوره كده عاديه يعني مش شايف ان فيها حاجه. بعدين بقى كابتن تريزيجيه يبدو ان هو تاثر باللي حصل في المباراه اللي فاتت من هجوم سوشيال ميديا عليه وهجوم جماهير عليه والناس بدات تتكلم عليه، ولكن هنا يعيب على تريزيجيه ان انت لعيب المفروض خبره عاليه، لعبت دوري انجليزي ولعبت دوري بلجيكي ودوري تركي وفي اوروبا ولفيت وعندك انت لعيب دولي في الاخر، تمام، ورحت كاس عالم قبل كده مع منتخب مصر، فانت عندك خبرات كبيره جدا وكاس افريقيا لما تيجي تريزيجيه تنهار النهارده بالطريقه دي، بطء غير طبيعي جدا، بطء غير مبرر، ميس باس كتير جدا، تاخيرات في الباصه، لدرجه ان هو هنا بقى اللعبه اللي هو دبس فيها يحيى عطيه الله في اخر الشوط الاولاني في انذار، لان هو تباطأ في انه يلعب له الكوره، فالراجل لما ضغط عليه لعبها له قصيره، طبعا يحيى عطيه الله ما كانش قدامه غير ان هو يعمل تاكلينج وخبط في رجل الراجل، والحكم كان يعني رؤوفا بيحيى عطيه الله واداله انذار، لان دي نفس لعبه الراجل اللي كان خد الطرد في الدقيقه 36 واتلغت له اتحسبت له كارت اصفر بعد كده. طيب الشوط الثاني بيبدا، معرفش
احنا قلنا بقى الاهلي هينزل الشوط الثاني خلاص تعلمنا بقى الدرس وننزل زي ما احنا. انهيار من اول السنطره، من اول ما سنطرنا انهيار غريب جدا للعيبه النادي الاهلي. ميس باص، كرة معاك دايما بترجع لورا، مش عارف اطلع بالكرة، هو بقى ضغط عليك بالثلاثه اللي قدام، قفل لك ال 18 يا عم العب الكرة العاليه وخد الثانيه، بس انت اصلا ما بتاخدش السكند بول، والراجل اللي قاعد بره مصمم ان احنا نلعب على ان احنا نبيلد اب من تحت، واللعيبه بتاعتنا الصراحه مش هي دي اللعيبه. طب الراجل داخل ما عملش اي تغييرات، ما خدتش بالك ان انت عندك حمدي فتحي مش موجود، ما خدتش بالك ان تريزيجيه مش موجود، ما خدتش بالك ان وسام ابو علي مش موجود، مش قادر الراجل فيه حاجه ووسام فيه حاجه، لازم الناس تقول، انا قلت كده الماتش اللي فات وسام فيه حاجه. تمام. طيب بتتلعب عليك كورنر او فاول من حته كده غريبه، اتلعبت عليك خبطت في دماغ وسام طبعا دون قصد، سكنت الشباك، والهدف الاول لبالميراس من رامي صديقه وهدف هديه. قلت خلاص بقى الاهلي هيتحرر بقى الماتش، خلاص تحررنا، ما هي 1-5. مفيش. بعدها ب5 دقايق جالك فاول على ال 18، عندك زيزو، عندك يحيى عطيه الله، عندك وسام ابو علي. تمام. الفرقه كلها طلعت قدام، سابوا هاني وحمدي فتحي ورا، وكانت الغريبه ان زيزو لعبها على منطقه البلن، على نقطه البلن. انا ما اعرفش طبعا دي يعني اتفاقات مع الراجل اللي قاعد بره وحاجات متمرنين عليها، بس دي في الكوره يا زيزو يا هشمع يا احطها في الاخر خالص علشان لو اتردت عليا الناس تلحق ترجع، لكن هو لعبها على نقطه البلن في منطقه الجزاء. طبعا مش لحد، قطعها الراجل المدافع وما قطعهاش اعتباطا، لا قطعها بباص بالهيد، راحت للراجل من وسط الملعب، عدى وقفل الكره للراجل لوبيز الفيرو بتاعهم، ما كانش قدامه غير محمد هاني. الكره عدت من تحت رجل مروان عطيه، كان فاضل هاني وحمدي فتحي زي ما انتم شفتوا الجون. هاني عمل تصرف غريب جدا، هاني جري في موازاه او في محاذاه الراجل. انا كراجل بلعب مساك او هاف ديفندر في الحته دي مش هجري معاك كده، انا اقطع عليك، يعني اقطع قطري عليك بحيث ان انا اخدك اعطلك، اعمل معاك فاول، اقطع الكوره، ابحر معاك. هاني جري، طبعا راجل اسرع واضح جدا، انا قلت لكم هاني ما جاش، وهاني اصلا مش متفوق في السرعات يعني، فهاني راح عامل تاكلينج يعني لا تغني ولا تثمن من جوع. الراجل انفرد بالشناوي، حط الجون الثاني، جونين في اول 10 دقائق في الشوط الثاني. انهيار في النادي الاهلي، انهيار، مفيش اي حاجه خالص. فجاه الراجل قام، هنغير ايه، هننزل قفشه وهننزل بن شرقي، تجي لك رساله من السماء، عداله السماء تجيب لك رساله، هنوقف الماتش يا جماعه عشان في اعصار معدي. نزلت الملعب تحت ربع ساعه بعد الخطه الجميله واللي احنا كلنا اتكلمنا عليها وشفناها، خطه الاخلاء، بس ده مش وقته. خرجت اللعيبه بره وخرجت الناس والجماهير، وقعدنا ربع ساعه. فين دور كابتن عماد النحاس ومحمد يوسف اللي شافوا الماتش اللي فات وشافوا ان قفشه لا يصلح للعب هذه المستويات؟ يا جماعه قفشه بياخد الكوره، بيستلم في وقت كبير جدا، بيفكر في وقت كبير جدا، بيبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه بالكوره. وده بقى ده وجهه نظري في قفشه طول عمري، قلت لكم قبل كده احترامي ان هو صاحب القضيه والكلمتين دول، بس قفشه مش اللعيب اللي يعمل لك الفرق. انا كنت متوقع هتنزل ديانج وهتنزل اشرف بن شرقي، هتخرج تريزيجيه تغيير منطقي، هتخرج حمدي فتحي تغيير منطقي. رجعنا المباراه واستأنفنا لقينا 4 تغييرات، لقينا خروج وسام ابو علي وتش ان هو تغيير منطقي برضه، نزول جراديشار اللي مش في مستواه مش في فورمته ومحدش بيساعده. تمام. بعد كده لقينا نزول رمضان بيكهام مكان اشرف داري، اعتقد دي اصابه، ونزلنا بقفشه. تمام. ويلا وبن شرقي، يلا بينا نلعب. طيب قدامك 25 30 دقيقه بالوقت الضايع، لازم تفرم بقى، مفيش حل. ما هو 2-0 انت موقعك في الجدول بقى صعب جدا. لا لقينا في تردد في البساط، لقينا في خوف، ارتباك، كور بتتلعب غلط، لدرجه ان احنا الماتش اللي فات قطعنا حسين الشحات في اخر كوره، النهارده اشرف بن شرقي واخد كوره مرتده جاري له جريديشار اختها بالظبط، وجاي له من تحت مروان وقفشه، راح مباص الكوره ورا اللعيب وسط الملعب بتاع بالميراس بيس باس. يعني يا جدع يعني يجننك وانت قاعد، يجننك، يخليك اللي هو يا جماعه ازاي، يا جماعه ازاي ده يحصل؟ ما يعني ما اعرفش. فانت لبست الجون الثاني، وبعدين بدنيا بقى وقعت، وذهنيا بقى خلاص وقعت، ومعنويا كمان وقعت، وجي مش هينفع، وقعت برده ما علينا. يعني الفرقه وقعت، ما بقاش في اي حاجه خالص. الراجل قاعد عمل 4 تغييرات، ما قداموش غير تغيير واحد. كان توقعي انك هتنزل ديانج. على الاقل ديانج عنده ميزه شويه، سرعته في الارتداد اسرع من بن رمضان واسرع من مروان، ودريبلر احسن من الاثنين، وقوه بدنيه يقدر يخبط في العيال دي. انا ما اعرفش ديانج قاعد بره، انت يعني يا اسطى مش شايف الباب
اللي واقف وراك اللي اسمه اليو ده مش شايفه؟ مش شايف فرق العضلات والمجانس على راي الله يرحمه كابتن محمود بكر ومقعدوا لي بره؟ ده يدل ان الراجل ما بيعرفش يقرا ماتشات، او محتاج بقى وقت كبير قوي وفتره اعداد، ونسافر المانيا والبرتغال نعمل لنا فترتين اعداد ونلاعب مركز شباب هناك ونكسب ونرجع ونخش بقى الدوري والقصه بتاعي. انا مش قلقان من الدوري في الاهلي باي حد احنا باخده. تمام؟ طيب قلنا انهيار في البدني خلاص، تمام كده. برضه فضلنا نحضر الكوره ببطء، يا اسطى انت مغلوب 2 ومفيش وقت، والفرقه الثانيه خلاص قفل لك وسط ملعبك لدرجه ان انت بتوصل مروان عطيه بيقف، بن رمضان واقف، اللعيبه ما بتتحركش، مفيش تحرك من غير كوره. ما هي في الكوره بيقول لك ايه؟ باص اند موف، يعني باص ويتحرك، افتح لي مساحه، ما انا بلعب على المساحه. مفيش خالص، مفيش. جبت زيزو يمين وديت بن شرقي شمال، تمام، ومحمد رمضان رميته شمال، ويلا بقى مش عارف ايه. عندك كارثتين ستيل في بطء الباص وفي خروج لعيبه بقى بره الملعب، يعني مفيش. تمام. بعدها خلاص يعني انا كل اللي كتب بعد كده ملوش علاقه بقى باي حاجه خالص. ان انا قلت ان هاني واقع، قلت ان انت ما فيش، عملت تغيير اخير غريب جدا، طلعت يحيى عطيه الله وقمت منزل حسين الشحات. ما اعرفش يعني هل حسين الشحات هو المنقذ؟ ما اعرفش يعني. نزل الشحات بقت في لخبطه اكتر، لان بقى الشحات وقفشه وبن رمضان كلهم في الحته اللي على الشمال قدام. يا جماعه طب ايه؟ طب مين؟ ما انت ما عندكش فرقه بره، وانت ما خدتش القايمه كامله. خد بالك يعني انت ما خدتش القايمه كامله، وبالتالي ما عندكش حد ينزل يلعب قدام مع جريديشار يضغط او يحاول، لدرجه ان انت في اخر 10 دقائق او 7 دقائق بالوقت الضايع عملت حاجه غريبه جدا. راح مرجع محمد هاني سيرد باك وراح مطلع ياسر ابراهيم قدام. خد بالك بقى، ياسر ابراهيم طلع قدام مش في الكور ثابته، هو ياسر طلع قدام ورجع محمد هاني ورا واحمد رمضان بيكهام وقدامهم مروان عطيه، فقلبتها 3-4-3 او 3-3-4، ما اعرفش الارقام دي ما بتهمنيش. المهم يعني بعد كده انت كور عشوائيه ما فيهاش اي حاجه، اللهم شوطه اشرف بن شرقي اللي من الجنب اللي حطها والجون تالق وصدها. لكن طبعا الكابتن محمد مجدي قفشه بيمرن حارس المرمى، بتجيله كوره على كوس ال 18 وانت البلاي ميكر بتاع الاهلي بتقوم شايطها بوش رجلي كده وانا بميل لورا، فالجون ياخدها بكل اريحيه يعني. ولا انت شط في زاويه ولا وجهت ولا الكرة قوية مثلا تخبط فيه وترد، كرة عادية جدا تدل ان انت مفيش والله العظيم ما فيه. يعني ما اعرفش والله يعني. الحكم حكم انجليزي يا جماعه، الحكم حكم انجليزي متعود على الخبط والضرب والرزع. قلت لكم الكلام ده المره اللي فاتت، قلت لكم الحكام دي مش الحكام اللي عندنا، مش الكابتن امين عمر ولا الكابتن ما اعرفش محمود معروف ولا مين اللي هو بيصفر من لمسه وغمزه وهمسه وشد التيشيرت. في حاجات اتعملت يعني، كره بن رمضان اللي كانت في ال 18 ما هو كتف في كتف، ايده خبط في ظهر الراجل ولا في يعني مش رصاصه، حاجات عاديه يعني. تمام. ولكن في النهايه انا كنت متوقع ده اللي يحصل لفوارق كتيره جدا. اولا زي ما قلت لك، ناس بتلعب كوره بمستوى تاني خالص، ناس بتلعب في بتلعب في امريكا اللاتينيه، بتلعب في البرازيل، وتش ان في عنف وفي كوره وفي مساحات وفي سرعه وفي تكتيك وفي ناس بتتحرك وفي لعيبه صغيره في السن بتديك رئات في الملعب. انتوا الطرفين بتاعهم اللي هو روكي والواد الثاني اللي اسمه ستافيو ده، الاثنين دول يا جماعه دول مش ممكن، مع بقى لوبيز اللي نزل ده كمان ده كارثه. انت ربنا بيحبك ان الراجل اللي اسمه مورينيو الارجنتيني ده اتصاب وطلع جاله شد في الخلفيه وطلع يعني ما علينا وقعنا شويه، هم يقعوا شويه، لكن هو خلاص ده المتوقع من النادي الاهلي، ده اللي كان متوقع. انا ما بيهمنيش الهزيمه، لان انت بتلعب في بطوله مستوى اعلى منك بكتير عشان نكون صراحه. الفرقه اللي انت بتلعبها النهارده دي يعني قيمتها السوقيه 4 اضعاف النادي الاهلي بعد كل المهرجانات اللي انت عملتها دي. تمام. فانا ما بيهمنيش النتيجه ومش في دماغي خالص يعني القصه. انا عارف ان انا اطلع من المجموعات، وفكك من اللي بيقول لك اصل سان داونز حفظ ماء وجه ماء افريقيا، تمام، ومش عارف مين حفظ وجه ماء العرب، وبالتوفيق للترجي وبالتوفيق للرجاء ولا الوداد ومش عارف ايه. والنهارده يطلع يقول لك الاحصائيه بقى بعد الهزيمه، الاهلي اكتر فرقه تصدى مش عارف ولا استقبلت اهداف في البطوله ولا ما اعرفش، الاهلي راح وما سجلش. يا عم انا رايح ما بسجل، انا رايح باخد فلوس. مش انا مغلوب النهارده واخد $1 مليون، الماتش اللي فات متعادل واخد $1 مليون، الماتش الجاي اتغلب اخد $1 مليون، $3 مليون، اللي هي يعني صفقه زيزو بالاخر. جبتها ورجعت وعملت، انا اعتبره معسكر اعداد واعتبر ان انا لعبت مستويات تانية خدت فيها فكر تاني. بس انا عندي مشكله، حاسس ان الجهاز الفني النادي الاهلي مش هو ده الجهاز الفني الذي يصلح لاداره النادي الاهلي. يا رب اكون غلطان، بس ده يعني الفيجن بتاعي، انا شايف كده، انا يعني عندي اوبزرفيشن ان الراجل ده مش مدرب النادي الاهلي، مش مدرب النادي الاهلي خالص. هات عماد النحاس كده في الماتشات بتاعت الدوري ال6 الاخيره دول، كان بيتنطط ويشد في شعره وانت وتعالى وروح واكلم اللعيبه. التاني قعد لي على الدكه بعد الجون الثاني وعمل لك كده
وانا اصلا مش حاسه اسباني، انا حاسه هندي بس فاهم، مضروب يعني، مع احترامنا الاخوه الهنود يعني. فانا مش حاسه بصراحه يعني. ماذا يحتاج الاهلي؟ لا شيء، خلاص انت اتحررت من الضغوط. الماتش الجاي اتمنى والله الماتش الجاي ان نبدا بمصطفى شوبير. هتبدا غصب عنك بديانج لان خلاص مروان اصلا مش هيلعب الماتش الجاي عشان عنده انذارين، تمام. اتمنى نعدل الفرقه، اتمنى بقى خلاص يا جماعه احنا فاهمين البدني غلط، احنا فاهمين البدني بتاعنا غلط، احنا البدني مش جري وهرت وانا رايح احرت يا عم، مفيش الكلام ده. قسم المباراه، قسم وقت الماتش، انت بتلعب مستويات اعلى منك بكتير في اجواء مش بتاعتك، في بطوله كبيره، في ضغوط، في حاجات كتير قوي. ما تفكرش في الاحتفال، فكر في ان انا اعمل ماتش كويس وبعدين لما بشوف بقى بعد الماتش مين يحصل ايه. يعني النهارده الاهلي مش حلو، المجمل الاهلي مش حلو. الماتش اللي فات كان عندك شوط اول يعني ايه يغفر لك، وفي الاخر ما اتغلبتش وما جاش في الجون. انت النهارده مفيش حاجه. وعشان يعني سجل ده بقى، عشان المره الجايه ان شاء الله مباراه بورتو الاهلي مش هيسجل بالاسلوب ده، مش هيسجل وهتتغلب ماتش بورتو، لان في فوارق كتيره جدا يا جماعه، فوارق كتير جدا، تمام. اتمنى الماتش الجاي ما اشوفش محمد مجدي قفشه اللي هو السهل الممتنع، عشان محمد مجدي قفشه فعلا السهل الممتنع، بيعمل كل حاجه غلط في الكوره غلط. شوف محمد علي بن رمضان، في فرق كبير جدا جدا، مع ان لسه راجل ما اندمجش وما جاش ومبطل كوره بقاله موسم تقريبا ما بيلعبش كوره في فرقته اللي كانت في المجر دي، بس في فرق كبير جدا يا جماعه. قفشه ما يلعبش المستويات دي والله. قفشه اجيبه هنا عندنا انا بلاعب حنكش ومنكش وفنكش والكلام ده ياكل معاهم، لكن هناك ما ينفعش وانت بتلعب فرقه قويه. وسيبك من اللي بيقول لك اصل صن داونز كسب فرقه اسمها ارورا، يا عم ارورا ايه بس وبتنجان ايه عشان خاطري بس. انت فرق اسيا انت بتكسبها. يعني انت لما بتروح البطوله دي بالنظام القديم كنت بتكسب فرق اسيا، تمام. كسبت اليابان وكسبت جوانزو الصيني وكسبت الهلال وكسبت الاتحاد والدحيل وما اعرفش كسبت الفرق ديت انت تكسبها. لكن لما بتيجي قدام فرق بتاعت البرازيل بقى اللي هو بتاع 6 مللي وبلعبك في الحته اللي قد كده والتحركات والبساط، ما بتقدرش. والعنف المشروع. كره لعبه قويه، لعبه رجوله، مش لعبه انا اصل كتفي وقعت ايه يا كابتن وابص للحكم، مفيش الكلام ده. بتبان بقى وبتتكشف هنا، تمام. فانا شايف ان قفشه لا يصلح، والله العظيم قفشه لا يصلح. يحيى عطيه الله شكرا. محمد هاني ما ينفعش يبقى الباك الاساسي في الاهلي والوحيد من نوعه، تمام. يا اما بقى تطلع احمد بيكهام، وانا مش شايفه انه يلعب باك يمين، انا عايزه يلعب مساك. شوف لك بقى باك يمين وباك شمال كويسين يسد معاك على المستوى الافريقي والمحلي بتاعنا لحد ما نشوف يعني كاس العالم الجاي 2029. مش عارفين اصلا هنروح ولا لا، يعني ربنا يدينا العمر ويكون لسه في اصلا عالم وحياه بعد مهرجان الصواريخ والحاجات اللي بتحصل ديت ودرب الصواريخ اللي شغال اليومين دول. فده اللي انا شايفه. الاهلي محتاج مهاجم اشرس واعنف من اسامه ابو علي، واشرس واعنف من جراديشار مش مهاجم باي ذا واي. جراديشار اللعيب الوحيد اللي عمل عرضيه صح النهارده، الوحيد اللي عمل عرضيه عملت قلق على دفاع وحارس مرمى بالميراس هو جراديشار في اخر الشوط الثاني بوش رجله الخارجي كده، وهو قبل ما تطلع اوت راح عاملها بوش رجله الخارجي، راحت قويه وجامده وعملت مشكله وسقطت ورجعت هو ده. فجراديشار يتوظفوا بقى في الحته دي، بتلعب باثنين راس حربه، تمام. بس انت محتاج منافسه في الحته دي اقوى واعنف واشرس من اللي موجود عندك حاليا. وتاني انا كاهلي ما بيهمنيش الاسامي ولا بيهمني الناس مين ولا انا بيهمني الاهلي ككيان، كفانيلا حمراء باسمه بتاريخه بيلعب فين يا حبيبي؟ في كاس العالم للانديه. الناس بقى اللي طلعت لنا اللائحه بتاعت كاس العالم اثناء توقف المباراه لظروف قهريه، انا اخر مره فاكر ان انت فريقك اتعامل مع نفس المشهد ده كان في الدوري المصري هنا، والحكم كان خد طوبه في دماغه واتبطح في ماتش المقاولين لما كان المقاولين كسبان 2-0، وسبحان الله يعني اتحاد الكوره ساعتها عاد الماتش من الاول والفرقه كسبت. مش هقول اسم الفرقه انتوا عارفينها كلها يلا عشان ما اطولش عليكم. مش مهم اللي حصل، عادي جدا، ده شيء متوقع. ما تحطش في دماغك ان انت محتاج اكتر من اللي حصل. انت بتشوف فرقتك في كاس العالم وده مستوى كبير جدا ومستوى مهم جدا انك تروح له، وسيبك من اللي بيتكلم الباقي بقى، سيب الباقي يتكلم، تمام كده. دمتم مسلمين، تصبحوا على خير، اشوفكم ان شاء الله الماتش الجاي.